نعتمد انه لازم لما يكون المجتمع مجتمع صحي وسليم، نعتمد نحن باساسنا اهدافنا برنامجنا انه نوعي هذا المجتمع، نخليه يعرف شو هي السلبيات اللي بحياته والايجابيات اللي بحياته. كمان مثل ما قلنا نحن نعتمد باعتبار على الحاله النفسيه والصحيه، كيف لازم نحن كمجتمع لما نبلش نحن كقاعده اساسيه عندنا انه من البيت، لما نحن نعتمد على النظام الغذائي الصحي، التوعيه، التفكير، الانضباط، السلوك، التعامل، هدول كلياتهم نحن عم نبدا فيهم من البيت. تكون التوعيه ايش عم نقول نحن؟ انه المراه هي اساس او عماد المجتمع. طبعا مو المراه لحالها، لازم الرجل كمان يكون معها، افراد العائله تكون معها. لما نحن نبدا من البيت، بدايتنا تكون من البيت، بدايه صحيه، بدايه عقليه سليمه، كمان نعتمد على الصحه النفسيه، كمان كيف نحن نتعامل مع اطفالنا، مع مراهقينا، حتى مع الرجل نقدر نحن نعيش حياه تكون احسن من اللي رح نعيشها. لما نكون نحن، انا كمراه مثلا لما اكون بالبيت يكون غذائي اعتمادي على الاكل البيتي الصحي، اعلم اولادي انه ما ياكلوا برات البيت، ما يعتمدوا على الاكل الجاهز، اكل المطاعم، لانه ما بعرف شو طابخين، ما بعرف اذا في نظافه ما في نظافه، في عليهم رقابه ولا لا. بس انا لما بعطي لابني او بنتي اي اكل من البيت، بعرف انه انا هذا الاكل عقمته، نظفته، سويته مثل ما بيقولوا بمحبه، فانا هون عم بحمي افراد عيلتي. نحن كلجنة الصحة لما نطلع عم نعطي هذا التوعوي، عم نقول لازم نبدأ نحن من حالنا. حتى كيف نبدأ من حالنا؟ انه انا ممكن كمرأة، خاصة اذا كنت بقرية عندي مجال للزراعة، انا فيني ازرع البقدونس، فيني ازرع النعناع، الفليفله، البندوره، الباذنجان، البامية، البصل، الثوم، هدول كلياتهم انا فيني اذا عندي مساحة، فيني حتى ممكن انه بيع واعمل لي منها اقتصاد، كمان انه ممكن استفاد منها. حتى مثلا اذا موجود عندي اشجار العنب، اشجار الزيتون، هدول كلياتهم بيساعدوني انا كمراه انه اطالع لي مصروف منهم كمان. هون لما نحن نعطي هاي التوعيه يعني الناس تتقبلها، تحبها، انه كفكره معقوله. لما تطلب المرأة انه تشتغل وما عندها امكانية تطلع، او عندها مثلا سلطة ابوية، اخوية، زوجية، عمية، خالية، هون انه ممكن حتى من بيتها عم نقول لها انه انت من بيتك فيكي تشتغلي طالما ممنوعة انت من طلعة برات البيت. انه مثل كثير هلا نساء عم يشتغلوا من البيت، عم يعملوا الاكلات، الطبخات، المخلل، يعني عم يسوقوا حتى انتاجهم ان كان عن طريق الانترنت او حتى غير الانترنت كمان، انه هون هي تصير تعتمد على حالها. كمان مثلا مثل كان في بعض القرى نساء يطلبوا انه نفتح لهم ورشات، الورشات هاي تكون ورشات مثلا كخياطه، في ناس انه بدها تشتغل كمان غير هذا الشيء، انه نحن لما نعطيهم او نروح لعندهم ونقعد معاهم ونحكي عن كيف انه هن يعيشوا حياتهم، او نبني نحن كمجتمع سليم، كمجتمع صحي شلون نحن نقدر نحافظ على حالنا وعلى الناس اللي حوالينا كبدايه منا تطلع. هون يعني المراه تبلش الصراحه انه توعى اكثر وتفهم انه كيف تقدر تكمل حياتها بدون امراض لإلها ولعائلتها. نحن طبعا دائما في تنسيق بيننا وبينهم، كمان نحن تنسيقنا حتى مع غير انه الهلال الاحمر، الشفاجن، الجنوار، وقفاجنة، هدول نحن معاهم عم ننسق. كمقاطعات طبعا نحن كالخمس مقاطعات دائما تنسيق كمان بيناتنا. مثل ما قلتي انه ايام الزلازل لما صارت نحن عملنا المداخلات، ايش عملنا؟ اعطينا كالاسعافات الاوليه، باشرنا فيها انه نحن نوحي، نعطي هاي الدورات، هاي الدروس، انه اثناء هاي الزلازل لما صار زلزال شو هي الاجراءات اللي نحن نساويها. كمان انه من ناحيه انه صار مثلا نزوفات، كسورات، كيف نحن صار مثلا صدمات كهربائيه صارت باثناء، خاصه انه بالفترات الاخيره كمان هاي الحرب السوريه اللي صارت، الحملات اللي عم يعملها علينا اردوغان، الاستهدافات اللي عم تصير، انه نحن كل واحد نكون مهيئين نتداخل مباشره ونعمل الاسعافات الاوليه لهاي الاشخاص اللي تنصاب معنا، انه كيف نحن نقدر نساعدهم. نحن على مدى
طبعا على برنامجنا او اجتماعنا السنوي اللي صار كان ضمنه نحن انه نعطي الاسعافات الاوليه، ونكمل طبعا عن السرطانات وعن العمليات القيصريه، الولادات الطبيعيه، زواج القاصرات، الامراض المنتشره والغير المنتشره. كمان بشكل عام هدول كلياتهم نحن عملناهم هدف برنامجنا، مو بس نحن كل المقاطعات. ومثل ما قلتي يعني على النساء الايرانيات كمان نحن عملنا، هلا نحن كمجلس المراه للصحه كمان عم نعمل تنسيق هلا حملتنا مشان الرضاعه الطبيعيه والولاده الطبيعيه والعمليات القيصريه، رح نطالع بروشورات كمان ونوزعها ونكثف. طبعا بلشنا صار لنا تقريبا هذا شهر بحمله الرضاعه الطبيعيه والولاده الطبيعيه والعمليات القيصريه، نسقنا نحن وجميع المقاطعات عم نعطي نفس الدروس والمحاضرات. فنحن لما كمان انه عم نكمل، طبعا رح نكمل باعطائنا للاسعافات الاوليه بكل المناطق بكل الكومينات والطاقات. وحتى انه هلا نحن لحد هلا عملنا 3 فروردات، وحده بقرقيلقي عن الاسعافات الاوليه، وحده عملناها بالتنوريه، وعملنا كمان وحده ثانيه هلا بالحسكه كمان بلشت على مستوى كمان على شمال شرقي سوريا. مقاطعه الحسكه كمان هلا بلشت دوره اسعافات اوليه، طبعا طب طبيعي كمان هلا نحن عم بلشوا فيها من يومين عم يعطوها كمان. هلا عم نجهز كمان نحن مقاطعه قامشلو نعمل نفتح دوره ثانيه للاسعافات الاوليه بمنطقه هون بقامشلي، يا اما هلاليه او قرنيز. الصراحه ما كملنا التنسيق تبعنا، بس كمان رح نساويها مشان تكون التوعيه بكل المناطق وكل الناس تعرف انه كيف تعرف تتصرف اثناء هاي الاستهدافات اللي عم تصير علينا، او اثناء اذا صار عندنا زلزال، او اذا صار اثناء عندنا حرب، كيف نحن كنساء كرجال كاطفال نقدر نتعامل معها ونحمي حالنا ونحمي الناس اللي حوالينا. نحن كلجنة الصحة مثل ما قلت ما زلنا ورح نستمر بإعطاء الإسعافات الأولية، وكمان نركز نحن على الطب الطبيعي. وكمان انه نحن كلجنة الصحة هلا عم نحاول كمان يعني حتى على الحالة النفسية، مثل ما قلت من الطفل هو وصغير بالاسبوع او بالخلقه الاوليه له ببطن الام لحتى الشيخوخه، عم نحاول انه نحن نوعي المجتمع انه كيف يقدروا افراد الاسره يتعاملوا مع بعضهم. ونحن نحاول انه طبعا نحد من هاي العمليات القيصريه اللي صارت نسبتها تقريبا بيننا نحن خاصه بمنطقنا نحن هون صايره تقريبا 60%، نسبه كثير كبيره. كمان انه نحاول عن طريق التوعيه عن السرطانات واللي هو سرطان الثدي، انه نحاول كمان توعيتهم للنساء اكثر بالرضاعه الطبيعيه بدل الرضاعه الصناعيه، واللي هي تجي كمان كشيء يعني اقتصادي. يعني رغم انه التكلفه الرضاعه الصناعيه كثيره، عم نوعي الام على الرضاعه الطبيعيه انه هي تكلفتها اقتصاديه، ما تكلف الام كثير مبالغ كثيره، رغم كمان انه بالعكس إلها مفيده تبعدها عن السرطان الثدي كمان، وبالمقابل صحتها تكون احسن وصحه طفلها الرضيع يكون احسن كمان. كمان انه نحن كلجنه الصحه عم نحاول نتوسع اكثر. طبعا نحن هلا صار تقريبا باغلب المناطق موجودين تفعلت لجان الصحه، منه بالكومينات منه بالبلدات وبالقرى وبجميع المقاطعات تفعلت لجنه الصحه. ونحن دائما جاهزين انه نوعي المجتمع تبعنا انه يكون مجتمع سليم، مجتمع صحي بعيد عن كل شيء كيماوي اسمده، يرجع للطب الطبيعي اللي نحن كبدايه خلقتنا كنا اعتمادنا بلشنا فيها. وبلش طبعا المراه هي بالطب الطبيعي، هلا عم نرجع للطب الطبيعي ونحاول كمان ننشر هذا الوعي عن الطب الطبيعي بمجتمعنا وبكل المجتمع اللي حوالينا.